جايالكم من كوكب الافلام لكوكب الملخصات طوالي. ننزل بالطياره ونستعد للفيلم. وبيبدا الفيلم مع قناصه محترفه وهي بيتحقق معاها في المكتب الفيدرالي، وبيسالها الضابط كروز عن 2 تجار اسلحه، واحد فيهم اسمه هيكتور والتاني اسمه ادريان. بتقول لهم المكان هنا خطر، خلينا نمشي من هنا الاول وبعد كده هقول لكم على كل اللي عايزين تعرفوه. بس كروز بيقول لها ما تقلقيش، انا مأمن المكان هنا كويس قوي. وبيكمل تحقيق مره تانية، وأوبس مرة واحدة بيبدأ الأكشن. فجأة بيتصاب الضابط اللي جنبه برصاصة في دماغه وبيموت على طول، وبيتصاب كروز هو كمان برصاصة في صدره. فبتاخده الأم وبتدخله المطبخ عشان تحميه وتحمي نفسها هي كمان، وبتوقف له النزيف. أنا هلقبها طول الفيلم بالأم لأنها ملهاش اسم تاني. وبتجيب بعض الحاجات من المطبخ وبتقدر تصنع بيهم قنبلة. وبعد ثواني معدودة بس بيدخل القناص علشان يقتلها، لكنها بتكتشف إن القناص ده هو أدريان. فبيتفاجئ إن هي حامل وأنا كمان، فبيضربها بالسكينه في بطنها اللي هي تتشل ايدك. وبعد ثواني بتنفجر القنبله وبيموت. احسن تستاهل يا مجرم. وبيتم نقلها للمستشفى هي وكروز، وبتولد بنتها وبتكون كويسه ما فيهاش اي حاجه الحمد لله. وبتجيلها عميله خاصه من المخابرات رخمه شويه، وبتقول لها وجود البنت معاكي هيكون في خطر على حياتها، خصوصا ان هيكتور بيدور عليك ومش هيسيبك لحد ما يقتلك. طبعا في الاول الام بتكون رافضه الفكره، بس بعدين بتضطر انها توافق عشان تحافظ على حياه بنتها. وبتروح لكروز بعد ما بقى كويس، وبتقول له موافقه بس بشرط انها تعيش مع عيله محترمه يهتموا بيها كويس، وتقول لي اخبارها اول باول. بيقول لها موافق. وبعد كده بتروح تعيش في مكان متطرف في وسط الجبال، وبتتغذى على صيد الغزلان واكل الحيوانات. وبنشوف الام بعد مرور 12 سنه وهي بتستلم جواب من كروز وبتقراه، وبتفهم من الجواب ان في كارثه هتحصل لبنتها ولازم تروح تقابله بكره. ولما بتقابله بتعرف منه ان رجاله هيكتور قدروا يعرفوا مكان بنتها وبيخططوا لخطفها. وبالمناسبه بنتها بيكون اسمها زوي، فبتروح لها الام المدرسه وبتشوفها من بعيد، ودي بتكون اول مره تشوفها فيها. وفجاه بتشوف في المكان زعيم عصابه هي تعرفه كويس من قبل كده، وبيكون بيراقب زوي، وواضح كده ان في بينهم طار قديم، او بتعرف ان هم دول اللي جايين عشان يخطفوها. فبتبدا تصف فيهم واحد واحد، بتخلص على الاول والتاني، وبرضه زعيم العصابه بيقدر يخطف زوي، وبيبعت لها واحد فوق من امهر رجالته علشان يقتلها ويخلص عليها. لكن هي بتكون اذكى منه، وبتخترق عربيه من اللي موجودين في الجراج وبتخبطوا بيها. احسن يا حرامي. بتهرب بسرعه مع كروز وبتقول له دول رجاله هيكتور، وعملوا كده عشان يوصلوا لي انا مش عشان يوصلوا لبنتها. وبتلبس لبس شرطيه وبتدخل بيت اهل زوي عشان تحقق معاهم، وبتستغل الفرصه وبتدخل اوضتها وبتشوف حاجتها المفضله. وبعد كده بتسافر كوبا هي وكروز بجوازات سفر مزوره، والمفروض انهم متجوزين. وبيروح الحانه اللي بيكون موجود فيها افراد العصابه، واول ما بيوصل زعيمهم اوبس بيبدا الاكشن. وبتيجي وراه الام وبتحاول تمسكه، مش هسيبك. وهو بيفضل يجري وبيكون خايف ومرعوب منها. وبيتصدى كروز للباقيين في الحانه وبياخد سكينه في ظهره اللي هي تشيل ايدك التانيه يا بعيد، بس هو بيكون وحش وبيخلص عليهم كلهم برضه. وبيطلع يجري ورا زعيم العصابه، وبتركب الام العربيه وبتقابلهم من الطريق الخلفي، وبتظهر قدامه مره واحده واوبس بتخبطه بالعربيه خبطه جامده، وبياخدوه بيكتفوه وبتضربه ضرب عنيف ومبرح، وبتقول له مكانها فين. لكن برضه مش بيرضى يعترف، لدرجه ان كروز بيقول لها ما تتعبيش نفسك، بس هي بتعمل حركه صايعه وبتعذبه اكتر، وبتقدر تخليه يعترف ويقول مكانها فين. وبعد ما بيرجعوا لغرفه الفندق بيسالها كروز عرفت ادريان وهيكتور ازاي، وايه اللي ورطك معاهم. بترجع فلاش باك لورا وبتقول له انها كانت ضابط في الجيش ايام الحرب في افغانستان، وكانت من امهر القناصين الموجودين. وقتها ادريان كان هو الرئيس بتاعها، واخد باله منها ولفتت نظره، فاخدها شغالها على برج المراقبه. وبعد مرور الوقت حست ان في حاجه غريبه بتحصل، وفعلا اكتشفت انه بيتاجر في تهريب السلاح هو وهيكتور، وعرضوا عليها تشتغل معاهم وبالفعل وافقت. لحد ما جه يوم واخدت بالها انهم بيتكلموا بطريقه غامضه وفيها الغاز شويه، فقلقت منهم وفتشت وراهم وعرفت الكارثه الكبيره، وهي انهم بيتاجروا في الاعضاء. وعشان كده اتصلت على كروز وبلغت الشرطه. بيسالها مين فيهم يبقى ابوها، بتقول له مش بنت حد فيهم، دي بنتي انا وبس. وتاني يوم بيهجموا على المكان اللي محبوسه فيه زوي، وبتقتل الاول والتاني والتالت لحد ما بتخلص عليهم
كلهم واحد واحد. شطوره. وبتدخل الاوضه وبتنقذ بنتها وبترجع تاني عشان تصفي حسابها مع هيكتور. بيسالها هيكتور دي تبقى بنتي ولا لا، بتقول له مش مهم. وبنفهم من كلامهم ان كان في بينهم علاقه وقصه حب ملتهبه. بيرفع عليها السلاح وبيتحرش بيها يا سافل، فبتمسك السكينه وبتشقه نصين جدعه وبتولع فيه وفي المكان وبتمشي. ولما بتشوف زوي مامتها بتحس ناحيتها احساس غريب لدرجه انها بتدخل تعمل سيرش على حمض DNA وبتسالها هو انت تبقى مامتي ولا لا، بتكذب عليها وبتقول لها لا، لكن احساس زوي بيكون اقوى بكتير وبتعرف انها بتكذب عليها وانها فعلا والدتها. وبعد ما بتمشي زوي مع كروز بتنهار الام وبتبكي جدا، ودي بتكون اول مره بنشوفها بتبكي فيها وبتفتكر لما كانت انها حامل قد ايه كانت فرحانه ومبسوطه. وفي نص الطريق بتطلع عربيه فجاه وبتخبط عربيه كروز وزوي، وطبعا بيفقد كروز الوعي من شده الخبط وبينزل ادريان من العربيه ووشه بيكون مشوه. ايه ده انت لسه عايش يخرب بيتك، وشكله كده راجع عشان ينتقم من الام انتقام شديد اقوى من الاول. وبعد ثواني بتوصل الام هي كمان وبتاخد بالها من البنزين اللي بيسرب من تانك العربيه، وبيضرب ادريان كروز برصاصه في دماغه وبيموته. حرام عليك ده كان امور. في اللحظه دي بتولع في البنزين وبتفجر العربيه وبتاخد زوي وبتهرب من المكان بسرعه. وطبعا بعد كل اللي حصل ده ما ينفعش زوي ترجع البيت تاني لحد ما الام تخلص على افراد العصابه كلهم والا حياتها هتبقى في خطر. وبيدخلوا مطعم يتغدوا فيه وبتدخل زوي الحمام، فبتاخد الام رقم تليفون مامتها اللي عايشه معاها من على تليفونها وبتكلمها عشان تطمنها عليها وبتقول لها انها مش هتقدر ترجعها لها دلوقتي خوفا على حياتها. وبتشرح لها الوضع وكل المواقف اللي حصلت معاهم وبتوعدها انها هترجعها لها قبل عيد ميلادها اللي جاي. وبيروحوا السوبر ماركت علشان يشتروا حاجات للبيت وبتتكلم مع البائع بالغاز وكلمات معينه، بس طبعا زوي بتفهم انهم يعرفوا بعض والكلمات دي هي عباره عن شفره بس مش اكتر. وبتاخدها معاها لبيت الجبل، واول ما بيوصلوا بتنهار زوي لما بتشوف مامتها قد ايه عنيفه وقاسيه وبتقتل الغزال بدون رحمه. حرام عليك يا اسيا، فبتبدا تخاف منها وتبعد عنها. ومن هنا بتقرر الام تعلمها بعض الاشياء اللي تخليها تبقى قويه وتعتمد على نفسها في حياتها اللي جايه. واول حاجه بتعلمها لها هي السواقه. في الاول بترفض زوي انها تتعلم السواقه، بس هي بتقول لها عشان تكوني قويه وتقدري تحمي نفسك من اي حاجه لازم تتعلمي بعض الاساسيات ولازم تسمعي كلامي وتعملي اللي اقول لك عليه. وفعلا بتسمع الكلام وبتتعلم السواقه. وتاني يوم لما بترجع من بره بتلاقيها مولعه سجاره وبتدخن قشطه، فبتتعصب عليها وبتزعق لها، فبترفع عليها السلاح وبتقول لها انا بكرهك وبكره الحياه دي، مش عايزه اعيش معاكي، هو ايه بالعافيه رجعيني لاهلي. بتهديها شويه وبتفهمها انها بتعمل كل ده عشانها وعشان خايفه عليها وقريب جدا هترجعها لبيتها وحياتها المستقره. وفي المرحله الثانيه من التدريب بتدربها على النشان. في الاول بتخاف زوي ومش بتعرف تصوب صح، لكن بعد ما بتتدرب كويس بتبقى محترفه في ضرب النار زي كده بالظبط. لو مش بس كده ده كمان بيصنعوا الغام وبيحطوها في اماكن مختلفه في الغابه. هنا بيشوفوا الذئبه الام وهي مصابه، بتقول لها زوي لازم نساعدها. قالت لها لا، ليه؟ عشان دي طبيعه الحياه ولازم كل واحد يعاني شويه في حياته حتى الذئبه، وبيسيبوها وبيمشوا. يا اسيا، بس بالليل بتستنى الام لما بنتها تنام او بتروح للذئبه وبتساعدها. طب ما انت كويسه اهو. وتاني يوم لما بتصحى الام من النوم مش بتلاقي زوي جنبها، فبتقلق عليها جدا وبتخاف احسن تكون هربت. بتطلع تدور عليها بتلاقيها بتلعب مع الذئاب الصغننين، واوبس واحد فيهم بيعضها في ايديها. ما تسمعي كلام ماما تستاهلي، واكيد بعد كده لازم توديها المستشفى. فبيطلبوا من الام تملى الاستماره، وبعد ما بتملاها بتاخدها وبتخرج وبتروح لصديقها في السوبر ماركت وبتقول له ان الاستماره بتاعت المستشفى لما تدخل على الكمبيوتر من خلالها هيقدر ادريان يعرف مكانهم بسهوله، وعشان كده هي لازم تسيبها مع حد بتثق فيه. وبتسيبها معاه وبترجع بيت الجبل لوحدها. وبتلاقي زوي رساله ليها من مامتها بتقول لها فيها انها سابتها زمان غصب عنها وكان لازم تعمل كده عشان تحميها، والحاجه الوحيده اللي كانت بتريحها شويه هي لما كانت بتطمن عليها من كروز وبتعرف انها بخير. فبتتاثر جدا بكلام امها وبتعرف انها ظلمتها. بتاخد العربيه وبترجع لها بيت الجبل بسرعه. ولسوء الحظ بتكون دي نفس اللحظه اللي بيوصل فيها ادريان ورجالته لبيت الجبل برضه، واوبس بيبدا الاكشن. وبما انها كانت زرعه الغام في الغابه فبتفجر الاول وبتقتل التاني بالسكينه وبتلبس لبسه. فبيسكت ادريان طبعا بيفجر لها البيت وبيدمره نهائي. فبتوصل زوي وبيخطفها واحد من افراد العصابه، بس على مين؟ هجمت عليه الام وفجرته بالبسكليته اللي كان راكبها دي، وبتقتل التاني والتالت والرابع وبتاخدها وبتطلع فوق برج المراقبه. واحده فيهم بتراقب والتانيه بتضرب بالنار. انا اتحمست جدا، حد يديني RPG انزل معاهم. بيقول لها ادريان من خلال اللاسلكي لو ما جيتيش دلوقتي هقتل بنتنا الاموره دي. ايه اللخبطه دي؟ هي تبقى
بنت مين فيهم مش مهم. وفعلا بتنزل له الام وبيرموا الاسلحه، وأوبس بيبدا بينهم الاكشن تاني، وبيضربوا بعض شحط محط فوق وتحت، وبيمسكها وبيتكتف ايديها وبيقول لها خليها تنشن عشان تقتلنا احنا الاتنين مره واحده. بس بتيجي زوي وبتخيب ظنه وبتضربه بالنار من ظهره شطوره، وبيقعوا هما الاتنين وبتتخبط الام في دماغها وبيتكسر دراعها وبتفقد الوعي. بتبكي زوي وبتجري عليها، لكن مره واحده بيظهر ادريان وبيخطفها. انت مش هتموت بقى، وبيركبها معاه العربيه وبيمشي من المكان. هنا بتفوق الام وبتشوفه وبتمسك المسدس بالعافيه لان دراعها طبعا مكسور، وبتضرب عليه نار. في المره الاولى مش بتعرف تصيبه، فبتحاول تاني وبتضرب مره تاني، والمره دي بتقدر تجيبه وبتموته. احسن اخيرا موت، وبتنقذ بنتها اخيرا وبترجعها لامها بالتبني. ورغم ان زوي بترجع لحياتها الهاديه والمرحه، الا انها بتستمر في التواصل بينها وبين امها الحقيقيه. بس كده خلصت حكايتنا النهارده. سلام. مشاهدي العسول، عارفه انك هتطلع معايا شخص لطيف وامور، وهتعمل لي لايك وسبسكرايب على طول. اعمل لايك يا عسول.